يا مساء الورد والفل والياسمين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده هكلمكم عن فنان كلنا بنحبه، شرفنطح محمد كمال المصري. اتولد محمد كمال المصري سنة 1886 في حارة في شارع محمد علي. والده كان بيشتغل مدرس في الأزهر، وكان بيحب جدا إن يعلم ابنه، ودخله فعلا الكتاب وحفظ بعض سور القرآن، وتعلم كمان القراءة والكتابة. وبعدها دخله مدرسة الحلمية اللي كانوا بيهتموا فيها بالتمثيل، وكان دمه خفيف جدا ومحبوب بين المدرسين وبين زملائه. وكان بيقلد الشيخ سلامة حجازي قدام اصحابه، وكانوا بيشجعوه، وكان بيقلد الناس اللي بتغني معظمها، وكان بارع جدا في التقليد لدرجة ان هو كان هيتجه للغناء، لكن كان بيعمل شوية سكتشات كده على قده. وخلي بالكم كل ده كان من ورا والده، وراح القاهرة وراح اسكندرية والتحق هناك بفرقة تمثيل ونجح، خصوصا في المجال الكوميدي، وكون بقى فرقة لنفسه. وسمع صوت شاب بالصدفة كده وهو معدي من على قهوة، كان صوته حلو جدا، وهو الشيخ سيد درويش. وفرح جدا لما قابل سيد درويش، لأن فرقته كان لازمها مطرب. وفعلا اشتغل هما الاتنين مع بعض، ولفوا محافظات مصر كلها عشان يعرض مسرحياته، هو يمثل والشيخ سيد درويش يغني. لحد سنة 1919 اتوقفت الفرقة بتاعته علشان الثورة، ومن بعدها حاول ان هو يلتحق بفرقة نجيب الريحاني. نجيب الريحاني اول ما شافه مرتاحلوش، قال لا هو مش هينفع. عشان كده شرفنطح حطه في دماغه وقال لازم اندمه واخليه هو اللي يترجاني ان انا اجي اشتغل معاه في المسرح بتاعه. وكان نجيب الريحاني ساعتها عامل مسرحية فيها شخصية كشكش بيه، وكانت المسرحية ناجحة جدا جدا. وعشان محمد كمال المصري شرفنطح يغيظه، راح جايب شخصية كمان اللي هي شرفنطح، وفعلا عمل فرقة وكونها وجاب مسرح كمان علشان يغيظ الريحاني قدامه. وشخصية شرفنطح نجحت جدا، وبقى بيتلقب بشرفنطح. ومن هنا بقى اكتسب اللقب شرفنطح، والشخصية دي لازمته طول حياته. وفعلا الفرقة بتاعته كانت منافسة جامدة لنجيب الريحاني، إلا إن هما اشتكلوا مع بعض. فعشان الريحاني يكسبوا قرر إن هما يعرض عليه إن هو يشتغل معاه، وفعلا وافق إن هو يشتغل مع الريحاني. ومش كده وبس، بسبب شخصيته اللي نجحت وإن هو كان كوميديان، أشركوا كمان معاه في أفلام كتيرة، منهم أبو حلموس، وكمان عمل فيلم حسن ومرقص وكهين وعفريتة هانم، عمله مع اسماعيل ياسين. عمل شخصيات مضحكة وجميلة كتير في السينما المصرية. لكن شرفنطح كانت شخصيته غريبة جدا، وكان من الناس اللي ما يحبش حد يعرف طريق بيته. واتجوز شرفنطح 6 مرات، ومعظم اللي كان بيتجوزهم كانت من عمر 16 ل 18 سنة، في عمر الظهور زي ما بيقولوا. لكنه عمر ما عرف حد بيته، وكان متنقل دايما من بيت لبيت، لدرجة ان في مرة علشان يعرفوا بيته، فنجيب الريحاني وبديع خيري اتفقوا على خطة ان هو اول ما يوصل المسرح يقولوا انت كنت فين؟ ده بيتك اتحرق. واخد تاكسي بسرعة وجري على بيته، وبديع خيري والريحاني طلعوا وراه في تاكسي عشان يعرفوا بيته. واول ما شافهم وراه قال لهم ايه الهزار البايخ ده، انا بيتي ما فيهوش حاجه. واضطر ان هو يغير الدنيا ويغير برضو بيته عشان ما حدش يوصل لبيته خالص. كان انسان غريب جدا وبخيل جدا جدا، عمره ما عزم حد على بيته، لدرجة ان هم كانوا ينتقوا في شغل او كانوا عايزينه في شغل ويقولوا احنا هنيجي عندك، يقول لهم لا والله انا ما بستقبلش حد. وفلوسه كلها كان بيربطها حوالين حزام في وسطه، كان بخيل وحريص جدا جدا فوق ما تتخيلوا. ورغم الشهرة اللي حققها، لكن بعد ما جاله مرض الربو الدكاترة نصحوه ان هو ما يمثلش ولا يخرج خالص من بيته. وفعلا جاب أوضة فوق سطح
وقعد فيها بعد ما بيته الاخراني اللي كان قاعد فيه اتهد، وما كانش بيحب يخرج من بيته خالص اللي هي الأوضة فوق السطح، وما كانش بيخرج ولا بيمثل، وكان بيسمع كلام الدكاترة علشان الربو تعبه جدا وبقى جسمه هزيل جدا. وعلشان طبعا ما كانش بيشتغل حالته المادية تدهورت جدا، لدرجة ان هو كان عايش على إعانة من الجيران، وجاب ورقة وقلم وحاول يكتب علشان يستنجد بأي حد من النقابة يعملوا له معاش استثنائي. وفعلا اضطر بعد كده ان هو ما يلجأش الا للمساعدات من جيرانه، ومفيش حد عبره خالص من اصحاب الممثلين خالص، محدش كان بيجي حتى يزوره، لان هو برضه ما كانش بيحب حد يجيله البيت، فما كانش مكون صداقات وما كانش حد بيحبه في الوسط الفني بسبب بخله الشديد. وفي 25 أكتوبر 1966 الجيران لاحظوا إن في ريحة وحشة جدا وريحة غريبة جاية من أوضته، وفتحوا الباب الأوضة، وكان قاعد له أسبوع ميت من غير ما حد يعرف، لدرجة إن الجثة بتاعته تعفنت، وترحموا عليه جيرانه. وبعد فترة جه واحد من النقابة عشان يسلمه 10 جنيه معاشه، قالوا له خلاص هو مات، الله يرحمه. رحم الله فنان القدير محمد كمال المصري شرفنطح السينما المصرية. من فضلكم لو وصلتوا لهنا ما تنسونيش في لايك واشتراك بالقناة، ومع السلامة.